الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمر
يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ظلمات الوهم وخذنا بنور الفاتح على بمعرفة العلم قسم اختلافنا بالعلم وسهل وسر لنا باب فضلك وانشر علينا من كل رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه وذكر جعلنا مخلصين لقراءته. باب الأدب وإخراج الذين يلعبون بالنبل وأهل الباطل. حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. عن عائشة رضي الله عنها أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها عندهم نرد فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري وأنكرت ذلك عليهم. عن ربيعة بن كلثوم بن جبر قال حدثني أبي قال خطبنا ابن الزبير فقال يا أهل مكة بلغني عن رجال من قريش يلعبون بلعبة يقال لها النردشير. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر وإني أحلف بالله لا أتى برجل لعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره وأعطيت سلبه لمن أتاني به. جقاقبه غض وتسريخ أرض لصد كتبيت أرض. الله عز وجل يصح حرمه ورد القرآن الذي حرم
نردو حاجة الحق في الفراجة حديثة يتلو تبيخون على الحديث هذا ورق عليه الصلاة والسلام سنة من لعب بالنرد شيء يقولون يقولوا نرد الحرب أو شيش أو انت حرب فقد عصى الله ورسوله جيبوا بلا الله سيجي سوى رسول ورد صلى الله عليه وسلم ستر الجين أمر يقول حقا في الكلمة تداه بيان كنا جقالي بوغو نجاح إذن النرد الحالي يقول بذكر أزاتني إجراء جند جاني بوغي الله حرام أمره بذكر حي بوغناني هب بوغي بقى أدي بشوانا نجيو جندر برو قوة يجي جندر برو كيرا تقان قاوة تقان وعدانا صحة همون إنكار همون حبيز بيهول بقى بشواناني يرجعوا ده شيء هم يذكرون إذا أدري يكون شيء يذكرون يبي هم حاله شيء خاطئ وهم هم قرب بيكون جدينش هم يذكرون بلي يكون حقه باشر الحديث عمر أصحاب الرسول رضي الله عنه عبد الله يسا سونو خارقو شرمي خاطر جندرو أهو سان سويا واقعو هم نرد الحالي ضربه سني هسي وتقوني له وكسرها هل نرد الكامل أولا عليه الصلاة والسلام سأقول الوضوء من رأى منكم منكر شو من الجند منكر بكر أي الله حرامها برد شرع ناقي شرع شروكا بهولر جو بكر وشي فليغيره بيده استقبل يذهب كرة دخل خيزي زبينا فليغيره بيده كرة دخل خيزي زبينا فإن لم يستطع نقام بيتنا كرة دخل خيزي زبينا فبلسانه ما تصدق نقيس زبين أبي الوصول وإن لم يستطع هديه كريمني فبقلبه راك الله نقيس زبين أبي وذلك راك الله نقيس زبين أضعف من بشنه إيمانك ضعيفة درجة مقام بالدين أنت عليك مسأول الحديث اللي شرح موضوع الأول دخون كيرال دخون خيسي ذهبي يبقى كده جندر كيرال دسان هيك باجار له هيك حبي الله دخون جندر أدي كوديا فتنة زارال أدي كي باشونا له شو بقولني يستد أدب كده مثال كده قال أنا بيسون الحديث هذا عدين ابن عمر يسأل جندر القزان نقول تسوي حلوات هرم قدر هيك كتابي لما هي بعض هيك بيكي مثلا إيمن هذا الشلو إيمنوكا واتسوكا إمعوكا إنه غودنا روسو خليل الطخومة إنه راعي بتلقى وتشوفوا عشان تتعلق كله هيجون هذا الشان أنا هيقول الكامبانيا ممكن بقضي كاختر الحال بقضي هذينو ناردا الحال بقضي هيقول سوي ده كيش أحل الأمور قان إنه أرغان بتبدل على تصدقون حالي بقى علشانه هذا وشي بلاهنا أبي كنا نتعرف زبيله كل هذا تفسير كل مستقبلنا هذا صعب أدب خارج من المستقبل هذا خيز زبيله شو خيز زبيله هذا خيز زبيله هذا بيت هلا أمون بيت السكولة أغاني بيت السكولة إني هندل المثل هذا بيت السكولة نار دارات هذا بيت السكولة هذا بقول غزير تمحك يا ذلكو وزي تعزير يا ذلكو إليك أدري فإن لم يستطيع قولي بعد جناني يقول جنان غستا إذا الجقاء قد إرام نزول بكتها بشهادة جنان عملوا بيكولا منكرا وتشابلوا بيكولا بيكولا ماشينا دجان ريك أن بيكولا عملوا بيكولا كده أنت قوليش أنا كده خيسي ذلك طبعا الشيء يجي ليرالدي قانشون عنده دا فانفادي كون عن ترجع عليه أنو يقوله شيء نرجع عليك بالله يقول سخن عليك يجي بالله رأس أصناك وصوب منكر به وليس بكونه أروقات شيء زي إنسان سوشرا بكونه وحق وقت من الله
معي سياسات وقتهم شيء خاص بيه أنت جندير بكرة تبي تقولي بقولني أغاب عقار البرج الخالي وشيسو أغاب كرة ده تفيز الجوز قولي بهكناني غوص الله ده تفيز إنه هو شيس عسكر لو بهك جود تصاب الحرام الرجول القرآن ده هذين أبو الله أولا عدس التوصل حديث هذين أبو الرجول يخلو هيرو حرام بين أبو علي زمسك شيء ده الرجول الله أبو وعزنا سحد أبو الأوسي هدي بيقول من أبزي كل أبزي بيقول الله أبزي كايه وسط دوده ثاني بقول عمقو بيهول بقولين أب ناقة شاي بيهول بقولين أم دوده داندي أب ناني وتيت جواب دوده ثاني دوده شيء قابله راج قدرنا هذه يا بدنا الله إن هذا منكر يا بدنا هذا بقول المنكر بيهول بقول دون هذا جرازيه الله دوده هيك صارتهم دي مناه بيهم هي عقبة بيهم أتكلم قدر إنكارها بيهم إبراهيم قدر إنكارها بي هي بقول الإيمان تبيش شو عمره زاعيها ترى يبتو سجد القاعدة كل قدر إنكارها بي عالم زبص أول هي بقول أولو الأمر بزيد جدق قوة كي بقول جدق قوتنا تهمي حوزة اختيار دي بقول شرع ده بيهولر الهبور وشيسه اختيار بوجي إن شرع الوزكون بيقولوا نني شرع الوزكون بديك كذا مهتر فقهاء أصلا يخرس الشيء بوجي إن هبور سرس الشيء بوجي وبيخون النار حرس الشيء بوجي بيت خرس كده تمح بوجو هذا ده يكون قوة بوجي إنجي جدود وقت جدود بكمك بوجي قوة بوجي هذه نقطة شرعية في حكومة حديث كل هذه تمام. قولي هيك من هيك قودي نقطة قوة هيك وقابل بهيك وتحس إنه قدر بيشان تومو هانجي بس إنك يقول عالم زبزو اختيار غوز بيان حديث كل علم يضل لكن عالم زبزو سنجروه وطاقم غوز نجال حديث بيقولوا غوز شيء حديث كل غوز حديث كله شرع ده جال رودي بطل ده غوب حال غوب رودي بطل ده غوب خاناني خطبة بزدا وعزانا سحة الآبز كله هابجوك بيقولوا رجوك يبقوا عالين زبط القدر أي هاخد حكم ثالث عدم زبط القدر خدوك غوب عالين زبط هيك ناني ودينا سن قوة الحق زمن غوب جانب آمن غوب تامحة بالغودينا بحكومة هيك ناني شيء قابل غوب بيقولوا رجوك خان المفضل آبز كذا لا قدر كذا بيقول هلا أجي بيقولوا رجوك إذن هبوط تربيخ كرشين الجو بيقولوا نفادي قانون روح وكان هيك كتاب هيك حديث بيقولوا سو علاقة بتوع فلانا روسر ثوب بيهرون عراقي روسر أعلى بزين أم ثون رقمه أنجي روسر تعبد أمو دبير استاذ ندا روسر تريد الحلق فبدا أمو راتب تتهبجو دان بيبان أبن أعلم إنه شرع بيقولوا بالموضوع شوي كل وداتهم الأكل كل وتعبان درجة كل شيء بالموضوع راتب نتيجة بتوعي زبيزي نو بيش اللي بيتشامل ركونوا في موضوع تيجي رسول بيسوي في ديبير في قرر العلاقة بركون أو جو أنا عن خزر بيشوا بيجوي كني إسعاف كون بيتسمو بيجو هبوجين أب هذا دين إني بقربش رأوا موضوع هذا تبلانا شجاع عدنا تبلانا وشيس بيتشو البودين باسكو أو عراقينا بيتون هاو شيس وباسكو بيتسرجو ودينا أجي جحابو تيتو أورغونغو بوكش تازه وبيشولان أبو بوكش بغوشكي إقاني بيشولان أبو بودين قاتي بيشولان الشيرجي باسكو بيشولان رامو أنجا بيتونو بخوشي تكون عراق الكلب بتوقف بعراق بيتشو شابو السعين بيتشو دوستي أزوج أرجو ندشي مثالي تيجوا نقص بوسهم وبقول البحث شنو قرر قد إيه بقول أسطول بقول بقول واسط بوسهم جياتكم وفق واسط وبوسهم وبقول أنو باش ما تجاك بوسهم أو